صمويل إيتو يفاجئ النادي الأهلي بهذا التصريح المثير بعد أخبار التعاقد مع بن رمضان. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق النجم الكاميروني صمويل إيتو وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة الجنوب أفريقية منذ قليل، فاجأ بها النادي الأهلي المصري خاصة بعد أخبار التفاوض مع اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان. قال صمويل إيتو: أتابع أخبار جميع الفرق الإفريقية خاصة الفرق الكبيرة والتي تنافس دائما على البطولات القارية، وأتابع جميع اللاعبين لأننا الآن في موسم الانتقالات وحسم الصفقات الكبرى بين الأندية في إفريقيا. لكن لفت نظري النادي الأهلي المصري وحجم التعاقدات والمفاوضات التي أعلن عنها والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. من وجهة نظري النادي الأهلي المصري هو النادي الوحيد الذي يجري مفاوضات مع اللاعبين السوبر في أوروبا وإفريقيا، وهذا بسبب ما ينتظره في البطولات القارية القادمة. لكن لدي عتاب على المسؤولين في النادي الأهلي المصري. ترددت بعض الأخبار عن فشل انتقال اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان للنادي الأهلي المصري، وترددت أيضا أخبار بأن النادي المجري يبالغ في مطالبه المادية ويريد الخروج من الصفقة بأكبر المكاسب. ومع ذلك أرى أن إدارة النادي الأهلي المصري متمسكة بهذا اللاعب ولا يرون غيره في العالم، وهذا خطأ فادح منهم. النادي الأهلي كبير القوم كما يقولون، جميع اللاعبين يتمنون ارتداء قميص النادي الأهلي، وجميع الأندية تتمنى التعامل والشراكة مع النادي الأهلي المصري. أرى أن إدارة النادي الأهلي يجب عليها البحث عن البديل وعدم السماح لأي نادي أو أي لاعب بفرض شروط مبالغ فيها حتى يتم الانتقال إلى الأهلي.